السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عاملين ايه يا بنات؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده ان شاء الله هعرض معاكم كده شويه مشتريات انا جبتها لرمضان. كل سنه وانتم طيبين. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم بلغنا رمضان واحنا في اتم صحه واحسن حال يا رب العالمين. جبت شويه حاجات كده، فعايزه بقى ايه اوريها لكم، تقولوا لي ايه رايكم فيها ان شاء الله، عشان خلاص بقى هنفرش مع بعض بامر الله. الفيديو الجاي ان شاء الله هيكون فرش زينه رمضان، فشوفوا كده الحاجه معايا الاول. قلت اوريها لكم قبل ما افرش يعني. فبصوا كده، دي اول حاجه. بصوا اول حاجه يا بنات، بس اول حاجه اللي هي طمطم دي. وهنا بوجي طمطم دي جميله جدا. بصوا هنا دي الصغيره، هي جايه طمطم الكبيره دي كده معاها الاتنين الصغننين دول يا بنات عاملين زي الفوم كده. تمام. هما مش خشب، هما زي فوم كده. وعليهم بقى كده، ممكن تلزقيهم بقى في اوضه اطفال، تلزقيهم في اي حته كده على الحيطه، شكلهم حلو قوي. دول كده يا بنات كانوا دي مع بعض كده كانت عامله 15 جنيه الواحده، كانت عامله 15 جنيه. يعني دي كده معاها الاثنين الصغيرين، دي كده كان سعرها 15 جنيه. وجبت كمان، بصوا يا بنات، وجبت كمان دي حلوه قوي اللي هي بكار ورشيده. وهنا دي برضو بسنت ودياستي، وهنا بكار ورشيده برضو. فجميله جدا برضو دي يا بنات، عامله برضو 15 جنيه. دي برضو اللي هي فوم. تمام. فجبت الاتنين دول كده، كانوا عاملين 30 جنيه. شكلهم حلو قوي على فكره، وسعرهم رخيص، ولكن بيدوا منظر وبهجه حلوه قوي قوي. جبت ايه تاني؟ جبت الدور او الشفشه ده بتاع رمضان. ده كده يا بنات كان عامل 25 جنيه. بصوا يا بنات، هو حجمه حلو، مش كبير ولا صغير، بس حجمه حلو كده اهو. ما شاء الله شكله حلو ومبهج جدا جدا. وانا حبيت اجيبه، مكتوب عليه رمضان كريم وشكله حلو كده، مبقاش يعني ما بقاش عليه شخصيات ولا اي حاجه. فده كده يا بنات كان عامل 25 جنيه. وجبت كمان اللمبه الديسكو دي، كانت عجباني قوي قوي، كان نفسي فيها بقالي كتير جدا، بقالي كام رمضان بصراحه نفسي فيها جدا جدا جدا. اللمبه دي يا بنات كانت عامله 40 جنيه، ومعايا اللي هو المشترك بتاعها كان عامل 20 جنيه. فانا هوريهولكم برضو دلوقتي. يبقى اللمبه دي كده كانت عامله 40 جنيه. بصوا يا بنات، وده المشترك بتاعها، بتتحط فيه ايه وتتحط في الكهرباء كده في اي حته. لو انت مش محتاجه المشترك ممكن تعلقيها مثلا في مكان اي لمبه في السقف عندك عادي جدا. بس انا حبيت اجيبها بالمشترك، بحيث ان انا ايه ممكن انقلها في اي مكان، يعني ممكن احطها في اي مكان، فاهميني؟ فيبقى بالمشترك بتاعها. هايدها معاكم دلوقتي برضو واوريكم الشكل بتاعها عامل ازاي. وده شكلها كده يا بنات، قولوا لي ايه رايكم فيها. شكلها ما شاء الله حلوه جدا جدا. بتتحط بقى كده زي ما انتم شايفين في اي جنب. شكلها تحفه ما شاء الله بقى، وبتعمل اشكال في السقف كده، وخطيره خطيره ما شاء الله. فقولوا لي ايه رايكم. بصوا ده الشكل كده، والاضاءه مش شغاله، فشكلها حلو جدا جدا. فقولوا لي ايه رايكم كده. تمام. وده كده كان شكلها. تمام. فهنا بقى اللمبه اهي، يعني هي عامله اللمبه هو بالمشترك بتاعها دي كده عامله 60 جنيه. جبت ايه تاني؟ بصوا يا بنات، الدنية دي شكلها قمر 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 قمر، جميلة جميلة قوي قوي. بصوا ما شاء الله شكلها تحفة. بصوا يا بنات، دي كده اهي. بصوا كده مكتوب عليها رمضان كريم من هنا والفانوس، ومكتوب عليها هنا رمضان يجمعنا، ونزل منها النجوم بالفوانيس دي. شكلها تحفة. دي كانت عاملة يا بنات 35. دي خشب حلوة ما شاء الله، كانت عاملة 35. كنت جبتها يعني من جروب كده، فتحفة تحفة ما شاء الله اهي. دي كده عاملة 35 جنيه. وجبت كمان فرع الإضاءة ده. بصوا يا بنات، هو عبارة عن فوانيس كده، شكلها جولد، حلوة جدا. هي الماتيريال بتاعتها بلاستيك، مش معدن، بس حلوة جدا يعني وعجبتني. دي كانت عاملة يا بنات 40 جنيه.
بس شكلها حلو جدا جدا، والاضاءه بتاعتها ورم كده وشكلها تحفه. هعيدها معاكم برضو ايه واوريها لكم كده ان شاء الله تعجبكم بامر الله. ودي يا بنات كانت الاضاءه بتاعتها، بصوا ما شاء الله شكلها ورم وتحفه، حلوه جدا. اضفت لكم الاضاءه كده بس عشان انتوا تشوفوها، شكلها حلو جدا جدا ما شاء الله كده زي ما انتم شايفين. يبقى ده كده يا بنات الفرع ده كان عامل 40 جنيه ما شاء الله، شكله حلو جدا. جبت ايه تاني؟ دي طبعا طالعه ترند كده الكل بيجيبها، دي مبخره شكلها تحفه جدا يا بنات. بصوا شكلها حلو قوي كده، مكتوب عليها كل اعوذ برب الفلق. وهنا ده تحطي بقى اللي هي عارفين يا بنات البخور اللي هو شكل الهرمي ده، بتحطيه هنا بقى، شكلها ما شاء الله تحفه. تحطي كده ديكور شكلها حلو قوي. دي كانت عامله يا بنات 15 جنيه، جميله كده وصغنونه، شكلها كيوت كده واموره خالص. فدي كده كانت عامله 15 جنيه. وجبت يا بنات الستاند ده شكله حلو جدا برضو، بصوا بصوا يا بنات ده بيتحط كده اهو ما شاء الله. بصوا هو شكله كبير اهو بصوا شكله تحفه ما شاء الله. تحطيه كده على سفره، تحطيه كده على بوفيه، على اي حاجه. ده يا بنات كان عامل 30، في حجم منه صغير، الحجم الكبير كان عامل 30 والحجم الصغير كان عامل 20. تمام ده كده اهو، شكله حلو قوي قوي ما شاء الله، وجولد بقى وكده. وانا عايزه اعمل ديكور السنه دي كده يكون فيه جولد كده وحاجات حلوه، فده كده كان عامل 30 جنيه. تمام كده. شوف جبنا، هنشوف جبنا ايه تاني. بصوا يا بنات جبت الطاره دي برضو، دي يا بنات بتتعلق، تعلقيها كده بقى على اي حاجه. بصوا مكتوب عليها رمضان كريم بالعربي وبالانجليزي، هي سودة كده وفيها الكلام بالابيض والجولد، فشكلها حلو جدا جدا ما شاء الله. دي برضو كانت عامله يا بنات 30 جنيه، دي كده كانت عامله 30 جنيه. تمام كده. وجبت يا بنات اللي هي الحاجات اللي عامله زي دي لايت الصغيره ديت. بصوا دي كده ممكن تحطيها في فانوس، تحطيها في اي حاجه. بصوا اضاءه يعني، تحطيها عندك في اي حاجه تلفيها بقى. انا شفتها يا بنات كانوا لافينها على الستاند ولفينها على الدلايه ومعلقينها كده، فكان شكلها حلو قوي. فانا حبيت ان انا اجيبها. الواحده دي عامله 15 جنيه، يعني الواحده الصغيره من الاضاءه دي كده عامله 15 جنيه. تمام. ايدي يرتل النور، شكلها حلو قوي، بتدي اضاءه شكلها حلو. في منها يا بنات اللي هي الكوكتيل الالوان، بس انا حبيت الورم دي اكتر فحسيت انها شكلها حلو. فالواحده من دي كانت عامله 15 جنيه. وجبت يا بنات المفرش ده مفرش جلد كده، تحطيه على السفرة بقى، تحطيه على اي حاجة، شكله حلو جدا. انا هفرده معاكم دلوقتي وهوريكم الشكل بتاعه. هتاخر بس الحاجات دي كده. بصوا كده، شايفين ده كبير، ده كبير قوي يا بنات. ده بتشتري بقى، هو بيبقى رول على بعضه كده، وتشتري انت منه على حسب ما انت عايزه، متر، متر ونص، مترين، على حسب ما انت عايزه. انا جبت متر ونص، فعايزه اشوف لو احط منه على السفره هنا او احط منه في المطبخ او احط منه فين، مش عارفه لسه، بس هو عجبني شكله وقلت ان شاء الله ايه ابقى افرشه السنه دي ان شاء الله.
فخامته حلوة جدا بصراحة، مشمع كده يا بنات، جلد تقيل وخامته حلوة قوي بصراحة. فهشوف كده ان شاء الله بامر الله انا هفرشه فين واعمل بيه ايه. فادوني افكار، قولي ايه رايكم، افرشه على السفرة هنا ولا افرشه في المطبخ على الرخامة ولا افرشه فين؟ فقولوا لي برضو كده افكار. فدي كده شوية حاجات انا كنت اشتريتها وقلت اوريها لكم. بصوا بقى كان عندي ايه. دي يا بنات كانت عندي من قبل كده، كنت جايباها من السنة اللي فاتت. دي كانت عاملة يا بنات 15 جنيه. صينية كده كبيرة، تقدري يعني تحطي عليها الديكور كده وتحطي عليها اي حاجة، او تقدمي عليها مثلا العصاير في رمضان وكده. دي كانت عاملة 15 جنيه، كنت جايباها السنة اللي فاتت. والفانوس ده يا بنات كبير كده ما شاء الله. ده كنت جايباه برضو من حوالي 3 سنين. من حوالي لا يا بنات بقاله 4 سنين. ده كان بقاله 4 سنين، دلوقتي كان عامل 40 جنيه. طبعا دلوقتي هو معدي 100 جنيه اصلا، 100 وشويه كمان. فجميل جدا برضو، واضاءته كده كوكتيل كده وشكلها حلو جدا. بصوا الشكل ده كده احمر والوش التاني كده اصفر، فعلى حسب بقى ايه الشكل اللي انت عايزاه. طبعا طالع منه دلوقتي بقى اشكال بقى بكار وفوانيس وحاجات من دي، برضو طلع شكله حلو جدا. فده كنت جايباه كده ب 40 جنيه من 4 سنين. والفانوس ده يا بنات انا كنت جايباه برضو السنه اللي فاتت، كان عامل 50 جنيه. شكله حلو جدا برضو كده، هو خشبي كده وشكله حلو جدا ما شاء الله، بيغني برضو. تحطيه برضو كده الديكور بيدي شكل حلو جدا. بصوا شكله حلو جدا جدا ما شاء الله برضو. فهنعمل شويه ديكورات حلوه جدا جدا. وعندي بقى زينه كتير قوي قوي قوي، بس تحت السرير ان شاء الله اطلعها عشان بقى نبدا ان احنا نفرش مع بعض. ففرحي نفسك كده بقى الامكانيات، حاجات بسيطه تفرحك كده، تدخل على قلبك الفرحه وعلى اولادك. قولي ايه رايكم في شويه الحاجات دي. ما تنسوش بقى يا حبايب قلبي، كل اللي شافت الفيديو ووصلت معايا للفيديو، ما تنسيش طبعا لو اول مره تشوفيني يسعدني ويشرفني اشتراكك اكيد، وتفعلي الجرس كده عشان يوصلك كل جديد بامر الله. وكل سنه وانتم طيبين، واللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم بلغنا رمضان واحنا في اتم صحه واحسن حال يا رب العالمين. اعملوا شير يا بنات للقناه، واعملوا شير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتكم. ودي كده يا بنات بقى كانت المشتريات اللي انا جبتها. قولوا لي ايه رايكم فيها، وكل اللي وصلت معايا وشافت الفيديو تكتب لي كل سنه وانت طيبه يا ولاء في التعليقات. وكل سنه وانتم طيبين جميعا، وينعاد عليكم يا رب بالخير واليمن والبركات، اللهم امين يا رب العالمين. قولوا لي ايه رايكم بقى في الحاجات اللي انا جبتها دي، وقولوا لي ايه رايكم كمان في الاسعار. وربنا يا رب يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم بلغنا رمضان واحنا في اتم صحه واحسن حال يا رب العالمين. ايه رايكم بقى كده؟ قولي ايه رايكم في الحاجات يا بنات.